فيلمنا النهارده بيبدأ في نص وادي كبير في أمريكا، وكان في اتنين بيتسابقوا بالعجل اللي هما بيتر وسوزي. وبعد ما وقفوا عند الكوبري البنت قررت تكمل السباق، والسباق المرة دي هو إنهم لازم يعدوا من نفق طويل، وأول واحد يعدي هو اللي هيكون كسبان. فبيتر وافق على التحدي وقال لها يلا حصليني لو تقدري، وبالفعل دخلوا النفق ولكن من غير ما يعرفوا إن في عربية بتطاردهم. وبعد ما عدوا النفق كملوا على الطريق، ولكن بسرعة لاحظوا إن في عربية لينكولن كونتيننتال جاية وراهم، وسوزي بدأت تقلق والعربية زودت القلق أكتر لما بقت جنبها على الطريق. وبيتر حاول يساعدها ولكن العربية دفعتها على الحاجز وبعدين رمتها من فوق الطريق تماما. وبيتر صرخ وهو شايف صاحبته بتموت، ولكن ما كانش في وقت علشان يضيعه لأن العربية الغامضة بقت وراه هو كمان. فحاول يهرب بالعجلة ناحية الكوبري، بس العربية لحقته وبدأت تدفعه بالصدام الأمامي. ورغم إنه عمل كل اللي يقدر عليه علشان يهرب، ولكن هو كمان اتزق من فوق الكوبري ووقع من فوق الجرف. وبنروح بعد كده عند ضابط واد بارنت اللي بيصحى على صوت حبيبته لورين علشان يبدأ يوم جديد في الشغل، وطلب منها تفضل شوية معاه، ولكن هي رفضت علشان مش عايزة بناته يشوفوها معاه دلوقتي. ولورين مشيت وواد دخل أوضة بناته لين وديبي علشان ياخدهم للمدرسة. وفي نفس الوقت على أطراف المدينة كان في شاب موسيقي اسمه جون موريس بيلعب على البوق بتاعه، لحد ما سمع اتنين بيتخانقوا في الشارع اللي هما آموس وبارتا. وجون شاف الراجل العجوز بيضرب مراته فزادت الشهامة عنده وحاول يفصلهم، ولكن لما آموس هدده غير رأيه ورجع الشهامة اللي طلعها لمكانها ورجع للطريق وبدأ يدور على عربية توصله للمدينة. وبعد شوية شاف عربية جاية بسرعة من بعيد، فجون فرح جدا وشاور لها بإيده علشان يوقفها، ويا ريته ما شاور لها لأن العربية فضلت تسرع وكانت هتخبطه. فتعصب جون وبدأ يشتم السواق اللي فجأة وقف العربية وبدأ يرجع بالعربية ناحيته. واتضح ان دي نفس اللينكولن كونتيننتال اللي قتلت الاتنين اللي على العجل. ولسوء حظ جون العربية استهدفته هو كمان ورجعت ودفعت جون بقوة، بس العربية ما عجبتهاش الخبطة فسرعت ودهسته بعجلتها. وبيكون آموس شاف المنظر المأساوي ده من الشباك ولكنه ما قدرش يعمل حاجة والعربية هربت بسرعة. وواد في نفس الوقت ده كان بيجهز بناته للخروج على الموتوسيكل لحد ما جاله اتصال من زميله في الشرطة وطلبوا منه يروح بيت آموس وبارتا بسرعة علشان يحقق في حادثة الشاب الموسيقي. وفعلا وصل واد للمكان بعد شوية ولقى الشريف إيفريت والضباط التانيين بيحققوا مع آموس وبارتا. وبسبب الغبار اللي العربية رفعته آموس ما قدرش يشوف موديل العربية أو حتى رقم اللوحة، وكل اللي عرفوا إنها كان لونها رمادي ودهست الشاب مرتين. فالشريف طلب من واد والضباط يرجعوا للمركز، وهناك أمرهم يطلعوا يدوروا في المدينة كلها على السواق الغامض والعربية المرعبة. وبالفعل الضباط وافقوا وبدأوا يلفوا في المدينة يدوروا على أي دليل عن اللي حصل. وفي نفس الوقت ده لورين كانت في المدرسة بتمرن الطلبة على عرض موسيقي هيمشوا بيه في المدينة، ولكن التمرين وقف لما المديرة نادت على لورين وورتها رسمة رسمها طالب ليها، وبتكون المديرة مش عاجباها محتوى الرسمة خالص، بس لورين قالت إنها تتكلم مع الطالب بعدين. وبعد شوية ويد وصل المدرسة بالعربية مع زميله لوك علشان يتكلم مع لورين ويطمن على بناته، ولكن ما كانش فيه وقت للكلام ده لأن ويد جاله اتصال تاني بيبلغه بحادثة جديدة متعلقة بنفس العربية الغريبة دي. فويد رد على المكالمة وراح للوادي اللي الشرطة لقوا فيه جثة الشاب اللي العربية كانت زقته. ولما وصلوا ويد ولوك راحوا يتكلموا مع الشريف، وبحسب الأدلة سوزي كانت مع بيتر قبل ما يحصل لها اللي حصل ده، وعلشان كده الشريف شاكك ان بيتر هو السبب في الجريمة دي. ولكن لوك نفى الكلام ده كله وقال انه عارف الشاب من وقت الكنيسة، وده غير ان بيتر كان عنده مقابلة شغل في مدينة تانية، يعني مش ممكن يكون مع سوزي في الوقت ده ابدا. وساعتها ويد فهم ان الجاني الحقيقي مش بيتر ولكن هو نفس الشخص اللي قتل جون موريس. والشريف لما سمع الكلام ده امر الضباط يعملوا حواجز على كل الطرق علشان مفيش عربية مشبوهة تدخل او تخرج من المدينة، وكمان خلى ويد مسؤول عن التحقيق. وبعدها ويد بدأ يجمع فريق من الضباط علشان يقوموا بدوريات يومية في المدينة. وبعد ما خلص التجهيزات ويد سأل لوك لو في اي جديد عن بيتر، ولكنه قال ان والدته بلغته ان الشاب مفقود ومش لاقيينه هو كمان. وويد بدأ يقلق انه ممكن يكون ضحية كمان، فطلب من لوك يحضر السلاح من المركز وراح هو يبص تاني على الأدلة. وفي الوقت ده إيفريت كان بيسمع شهادة بارتا اللي جوزها آموس ضربها تاني في خناقة من خناقاتهم الكتير. وبصراحة كده الشريف كان حاسس بتعاطف كبير قوي ناحيتها، وبعد ما طلب من آموس يستنى بره المركز حاول يقنع
تقنع بارتا تسيب جوزها وتهرب، ولكن بالرغم من انها دايما بتتعرض للعنف ولكن بارتا رفضت عرضه ورجعت مع ابنها للعربية اللي آموس مستنيها فيها. ولما شاف ان مفيش فايدة في مساعدة بارتا، الشريف قرر يسيب الموضوع وقال لويد يروح معاه للبار، وويد وافق ولكنه طلب من الشريف يروح الاول لانه لسه بيحلل الادلة، والشريف وافق وخرج من المركز. ولكن وهو ماشي شاف خناقة تانية بين آموس وبارتا، وآموس قال لمراته تسوق وتروح البيت لانه رايح البار مع اصحابه، وفعلا بارتا مشيت مع ابنها. ولكن اول ما آموس عدى الشارع علشان يروح للبار، العربية اللينكولن كونتيننتال نورت كشافتها وراحت ناحية آموس علشان تخبطه، ولحسن حظ آموس عرف يبعد في الوقت المناسب. ولكن العربية استمرت ودهست الشريف إيفريت المسكين اللي مالوش اي ذنب. ولما ويد سمع الضجة اللي حصلت بره المركز، طلع يجري يشوف ايه اللي بيحصل، ولقى الشريف صاحبه ميت على الارض. والاسوأ من كده ان المجرم هرب بسرعة ومفيش قدام ويد غير انه يواجه آموس ويطلب منه يشرح اللي حصل. وآموس قال انه ما شافش المجرم، ولكنه اكد ان العربية اللي استعملها هي نفس العربية اللي قتلت الشاب الموسيقي جنب بيته. وشهادة آموس اتأكدت من شاهدة تانية وهي ست من قبيلة بعيدة، والشهادة بتاعتها اترجمت عن طريق ضابط اسمه تشاس. وبحسب كلامها ان المصايب اللي بتحصل في المدينة متعلقة بنذير شؤم قديم كان متنبأ بيه في القبيلة. ولكن ويد ما اخدش الكلام ده بجدية، بس موت الشريف والشباب اللي في المدينة اثبتوا انه ممكن يكون الكلام ده صح. وتاني يوم الكابتن ويد اللي بقى مسؤول عن التحقيق بالكامل حاول يخفف على زملائه ويشجعهم يفضلوا يدوروا على المجرم، والضباط بعد كده انتشروا في المدينة علشان يدوروا على اي ادلة. وبعد شوية المساعدة بتاعت ويد كلمته بخصوص شهادته من الليلة اللي فاتت، وقالت المساعدة ان في حاجات من كلام الست ما اترجمتش كويس من تشاس. وكمان قالت انها لما بصت على العربية اللي خبطت الشريف إيفريت اكتشفت ان مفيش حد كان سايقها. والكلام ده خلى ويد ولوكي يستغربوا اكتر، بس قبل ما يلحقوا يتكلموا جالهم اتصال تاني، والمرة دي لقوا جثة بيتر تحت الكوبري. وويد قرر يروح هناك، ولكن لوك كان متضايق وطلب يقعد في القسم. وويد وافق وراح على الكوبري علشان يشوف جثة بيتر. وفي نفس الوقت لورين والطلاب كانوا في مكان العرض الموسيقي علشان يعملوا بروفا أخيرة، وكان في ضابط من اللي ويد بعتهم علشان يأمن المكان واقف فوق مكان عالي علشان يكون كشفهم. ولكن الضابط ما أخدش باله لما ظهر نور غريب من بعيد، وبعدها على طول عاصفة رملية قوية ضربت المكان وخلت الخيول تتوتر وتبدأ تسور. والضابط قال للكل يجروا ناحية التلال، ولكنه اتعرض في طريق الخيول وللأسف داسوا عليه. ولورين والباقيين فضلوا يجروا، وفجأة ظهرت اللينكولن كونتيننتال اللي كانت جاية بسرعة تانية ناحية المجموعة. وفي الوقت ده ظهرت مجموعة من رعاة البقر وحاولوا يبعدوا العربية عن الستات والأطفال، بس للأسف واحد من الطلبة وأمه انفصلوا عن المجموعة والعربية كانت جاية عليهم وكانوا خلاص هيتخبطوا. ولكن واحد من رعاة البقر لحقهم في آخر لحظة ونجح إنه يلف العربية الناحية التانية، والست وابنها عرفوا يهربوا. ولكن العربية رجعت ووقعت راعي البقر على الأرض، والمطاردة كملت ولورين أخدت الكل على مقبرة قديمة فوق التل. ورعاة البقر حاولوا يوقفوا العربية، بس واحد ورا التاني العربية كانت بتضربهم من على خيولهم. وفي الآخر لورين وصلت المقبرة والكل استخبى بين الأشجار والقبور، والعربية حاولت تدخل المقبرة بس لسبب غامض محدش يعرفه ما قدرتش تعدي من بوابة المقبرة. ولورين راحت عند المدخل وبدأت تستفز العربية، وقالت للسواق إنه هيكون جبان لو ما ظهرش، وكمان شالت خشبة ورمتها على العربية وفضلت تتحداه يدخل المقبرة. بس العربية اتجننت وخبطت في سور المقبرة ولكنها لسه مش قادرة تدخل. وبعد شوية العربية بدأت تلف حوالين المقبرة، وفي اللحظة دي مارج زميلة لورين خرجت تطلب المساعدة، ولحسن حظها قدرت تعدي من الطريق من غير ما تتخبط ووصلت لعربية الضابط. ولما وصلت هناك استخدمت الجهاز علشان تبلغ الاسم باللي بيحصل، والمكالمة وصلت لويد اللي طلع جري على المقبرة. وويد أمر الضباط يفضلوا مأمنين الحواجز علشان لو العربية حاولت تهرب تاني. وفي المقبرة لورين فضلت تستفز السواق، ولكن أول ما سمعت صوت سرينة الشرطة من بعيد العربية هربت، والكل بما فيهم بنات ويد شكروا لورين على شجاعتها. وبعدها بشوية ويد وصل المكان علشان يطمن على لورين وبناته، ولكنه اضطر يمشي بسرعة ويرجع للقسم. وهناك ويد استقبل مكالمة من الضابط راي اللي كان عامل حاجز في الصحراء، وراي شاف العربية الغريبة جاية من بعيد ووجه البندقية عليها، بس بدل ما تسرع العربية بطأت وقفت قدامه وكأنها بتتحداه. وبالرغم من كده
راي ما تهزش وضرب عليها نار، ولكن الرصاص ما عملش حاجة والعربية هربت. وراي بلغ بكل حاجة على اللاسلكي، وويد أمر الضباط كلهم يفضلوا في حالة استعداد علشان يطاردوا العربية. وراي نفذ الأوامر وبدأ يدور على العربية، ولكنه ما قدرش يلحقها لأنها أسرع من عربيته. وبعد شوية الضابط راي شاف العربية الغريبة بتطلع على طريق الجبل، فبدأ يطاردها بسرعة وقال لويد إنه خلاص هيقبض على السواق لأن الطريق ده ملوش أي مخرج. ولكن المفاجأة كانت إن العربية مستنياه في آخر الطريق، فاضطر راي يضغط على الفرامل بسرعة وحاول يهرب من الباب، ولكن العربية زقته وبدأت تدفع عربيته ناحية الجرف. وراي كان بيترجاه إنه يسيبه، بس العربية استمرت في زقه لحد ما العربية وقعت من على الطريق وانفجرت، وللأسف راي مات في الانفجار. ودلوقتي مفيش غير ويد وفريقين من الشرطة علشان يقبضوا على العربية والسواق. وفي نص الطريق الاتنين لقوا العربية ووقفوا جنب بعض علشان يقفلوا الطريق قدامها، ولكن العربية فجأة عملت حركة غير متوقعة ولفت بسرعة وبدأت تتشقلب ناحيتهم، والضباط حاولوا يهربوا ولكن العربية قلبت عربيتهم وفجرتهم، وخرجت هي من الانفجار من غير ما تتأذي. وبعد شوية ويد وصل المكان على الموتوسيكل بتاعه وشاف العربية جاية ناحيته، ولكن أول ما ويد صوب مسدسه ناحية العربية بدأت تهدي سرعتها ووقفت قدامه، فويد ما ترددش وضرب عليها نار، ولكن الرصاص ما عملش فيها أي حاجة. وويد فضل ماسك مسدسه وقرب من العربية اللي فجأة فتحت باب السواق، وويد حاول يشوف مين اللي جواها، ولكن الباب خبطه ووقع على الأرض وهو فاقد الوعي. وبعد ساعات ويد فاق وهو في السرير في المستشفى، ولورين كانت جنبه والدكتور بيكشف عليه، وبنشوف ويد كان حزين على موت البنت ووعد انه هيوقف العربية الشريرة دي، ولكنه كان خايف ان العربية تكون غير قابلة للتدمير. وبعد كده لوك وتشيز زاروه وقال لهم انه بالرغم من انه ضرب 3 طلقات في الازاز والكاوتش، ولكن الرصاص ما عملش اي تأثير. ولما ما كانش عنده حاجة يعملها في الوقت ده طلب من لورين انها تقعد مع بناته في الليلة دي، وطلب من تشيس يوصلها للبيت. وتشيس اخد لورين بالعربية من غير ما ياخد باله ان العربية الغريبة كانت بتراقبهم من وسط الشجر على الطريق. وبعد شوية تشيس ودع لورين وقال لها انه رايح يطمن على مراته واولاده قبل ما يرجع لها تاني، فلورين وافقت ومشيت ناحية بيتها، ولكن فجأة رياح جامدة طيرت ورقة كانت ماسكاها في نص الشارع، بس وهي رايحة تجيبها افتكرت نفس الرياح اللي حصلت لما العربية كانت بتطاردها في المقبرة، وبسرعة دخلت البيت واتصلت بويد وقالت له انها حاسة ان العربية لسه بتطاردها، وللأسف احساسها كان صح، والعربية دخلت بسرعة شديدة البيت من الشباك وخبطت لورين وطلعت هربت. ولما ويد وصل للمكان مع لوك وتشيس ما قدرش يسيطر على حزنه لفقدان المرأة اللي بيحبها، وبعدها لوك قال ان عنده شكوك ان العربية تكون ملبوسة بروح شريرة، بس ويد ما صدقش الكلام ده وقال انها مجرد تخاريف مش اكتر. بس صاحبه قال له ان ده يفسر ان العربية ليه ما قدرتش تدخل المقبرة اللي تعتبر مكان مقدس. وبالرغم من انه كان مشكك في الكلام ده، بس ويد كان عارف انه لازم يوقف العربية بأي طريقة، فرجع للمركز وجمع باقي الضباط وطلب من آموس يجي يساعدهم ويوفر لهم اكبر عدد من المتفجرات علشان يفجروا العربية. وبعد ما جهزوا كل حاجة ويد راح للجراج علشان ياخد الموتوسيكل بتاعه، ولكن لما دخل اتصدم لما شاف العربية الغريبة مركونة جوه الجراج، فحاول يهرب من البوابة ولكنها كانت مقفولة من بره. وبعدها العربية اشتغلت لوحدها وبدأت تبص عليه، وويد كان مرعوب فمسك مفك علشان يفتح البوابة، ولكن وهو بيعمل كده العربية اندفعت ناحيته بسرعة علشان تمنعه، والعربية شغلت الموتور بتاعها وفجأة الكلاكس بقى عالي جدا لدرجة انه كسر كل الازاز اللي موجود في البيت. وويد كان بيحاول يفتح الباب تاني بس العربية حاولت تخبطه، ولكن لحسن حظه قدر يبعد بسرعة وطلع فوق العربية ونط من شباك الجراج ووقع جنب الموتوسيكل بتاعه. وبعد كده ويد ركب الموتوسيكل وطلع يجري ناحية الطريق السريع، ولكن العربية كسرت بوابات الجراج وبدأت تطارده، وويد كان عايز يبعد العربية عن المدينة علشان يحافظ على الناس، وفضل يجرها ناحية الصحراء. بس وهو بيهرب استخدم اللاسلكي وكلم لوك وقال له انه هيجر العربية للفخ اللي كانوا محضرينه، ولكن لوك حذره وقال له ان لسه بدري لان آموس والضباط لسه ما خلصوش تركيب المتفجرات في الوادي. بس ويد ما كانش عنده اي خيار تاني فكمل جري والعربية وراه، وبنشوف المطاردة بقت عنيفة جدا، وويد حاول يلف بالدراجة على جنب الطريق بس العربية استمرت وراه وكانت مش سايبة في حاله. وويد كان بيحاول يكسب شوية وقت لزمايله علشان يلحقوا يخلصوا شغلهم، ولما
ولما وصل الوادي قرر يتحدى العربية في مواجهة أخيرة، والعربية قبلت التحدي وجت عليه بأقصى سرعة، وويد عمل كل اللي يقدر عليه علشان يلفت العربية حواليه ويخليها تدور حوالين الوادي. ولما الشرطة شافوا ويد في خطر قرروا يوسعوا منطقة الانفجار ويزودوا المتفجرات، وويد حاول يهرب فوق التل ولكن الموتوسيكل اتعطل في النص فاضطر يكمل على رجله وبدأ يجري على الصخور وحاول يطلع الجبل، بس العربية كانت بتخبط في الصخور علشان تعمل انهيار أرضي عليه، والشرطة كمان رموا له حبل علشان يقدر يطلع، فالعربية سابت مطاردته وبدأت تطلع الجبل، والشرطة كانت خلاص بيجهزوا آخر المتفجرات، وكل ثانية العربية كانت بتقرب أكتر وأكتر، وأخيرا الشرطة خلصوا شغلهم ووصلوا المتفجرات بجهاز التفجير. وأول ما العربية قربت ويد كان لسه طالع الجبل، ولوك نادى عليه علشان يهربوا، ولكن ويد قرر يفضل قريب من مكان التفجير علشان يتأكد إن العربية هتقع في الفخ، والاتنين وقفوا على حافة الجبل مستنين العربية، وفعلا العربية كانت جاية عليهم بسرعة، وويد استنى لآخر لحظة، وقبل ما العربية تخبطهم هما الاتنين لفوا بسرعة والعربية طارت ناحية نهاية الجبل، وفي نفس اللحظة دي ويد أمر بتفجير المتفجرات والعربية انفجرت بانفجار ضخم جدا قبل ما تقع من على الجبل، وبنشوف النار بقت مغطية المكان كله، والشرطة وقفوا مذهولين وهم شايفين شكل مرعب طالع من وسط النيران، بس بسرعة كل شيء اختفى وما فضلش غير تراب ودخان. وبعد المعركة دي الشرطة نزلوا يشوفوا الوادي اللي بقى مليان حجارة من الانفجار، ولوك كان خايف ان العربية لسه ما انتهتش، ولكن ويد قال له انهم انتصروا وكل حاجة خلاص خلصت. وفي الاخر الشرطة وقفوا يتفرجوا على شروق الشمس وهم متأكدين انهم انتقموا من العربية اللي كانت بتقتل الناس. بس بعد كام يوم في شوارع لوس انجلوس عربية عدت بسرعة وصوت الكلاكس بتاعها كان نفس الصوت اللي سمعوه لما واجهوا العربية الشريرة. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.